السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضلوا السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لحماية التراث الثقافي الوطني غير المادي. تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، سيدات وسادة النواب والنائبات. في البداية أشكركم جميعا على طرح هذا السؤال الذي يهم موضوع يشكل لنا أولوية داخل وزارة الثقافة، وهو حماية التراث الثقافي الغير مادي باعتباره إرث مشترك لجميع المواطنات والمواطنين، والدفاع عنه يظل أولوية لنا جميعا. صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وخلال رسالته السامية الموجهة للمشاركين في أشغال الدورة 17 للجنة الحكومية لصون التراث الغير مادي التابعة ليونسكو، قال: فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي الغير مادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب تصدي لمحاولة ترامي الغير مشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى. انتهى كلام جلالة الملك. انطلاقا من الرؤية الملكية السامية، فإن الثقافة هي ذاكرة الشعب والوعي الجماعي للاستمرارية التاريخية، وهي الطريق للتفكير والعيش. وبناء على هذه الرؤية اشتغلنا منذ تنصيب هذه الحكومة على عدد من الإجراءات كتهدف إلى حماية التراث الثقافي، انطلاقا من مأسسة لابيل ماروك، وهو إطار قانوني للحماية التراث المغربي المادي والغير المادي من الاستعمال الغير مشروع، إضافة إلى النقاش هام مع المنظمة العالمي للحماية الملكية الفكرية بجنيف في أفق توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة في إطار جهود المغرب لحماية التراث الثقافي الدولي. وما بين قوسين هذه المنظمة هي المنظمة الوحيدة اللي عندها الاختصاص ديال الحماية القانونية. بالنسبة لعلاقتنا مع اليونسكو، المغرب الحدود اليوم سجل 13 عنصر تراثي ثقافي غير مادي، آخرها الملحون، وسيكون ملف القفطان إن شاء الله عنصرا تراثيا مسجلا لدى اليونسكو خلال سنة 2025، علما أن المسطرة داخل اليونسكو كتعطي الحق لكل دولة تسجيل عنصر واحد كل سنتين. كما صدق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 2232 المتعلق بحماية التراث، وذلك لتدعيم الجانب القانوني المتعلق بمساءلة التراث المغربي، والذي سيكون أمام أنظاركم خلال الأسابيع المقبلة إن شاء الله. اشتغلنا كذلك على تعزيز الوعي الجماعي بالتراث وأهميته داخل المجتمع، إطلاق عدد من المبادرات سواء شهر التراث، التعريف بالمواقع التاريخية، وتنظيم عروض تراثية مثل نوستالجيا، ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرف بتراثنا الثقافي الغير مادي وما تزخر به ثقافة بلادنا من تراث غير مادي غني. وعندما نتحدث عن التراث الثقافي المغربي فإننا نتحدث بالطبع عن التاريخ، عن الهوية، عن الثروة المغربية، عبارة عن التقاليد والممارسات نعرفها جميعا وشكل جزءا أساسي من حياتنا اليومية. من واجبنا جميعا أن نلتزم بالمحافظة عليه للأجيال القادمة. مسؤوليتنا كذلك أن نعرف بتراثنا وبتاريخنا الغني الذي نتميز به، وربما هذا ما يدفع إلى بناء محاولة تكون فاشلة للسطو على تراثنا المغربي. آخر هذه المحاولات، نعم سيدة النائبة المحترمة، كانت خلال الاجتماع لجنة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير مادي بباراغواي، غير أنه بفضل المسؤولية الجماعية للمغاربة والتنسيق المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى المجتمع المدني، تم إفشال هذه المحاولة، واعتمدت اللجنة ولأول مرة التحفظ الذي قدمته المملكة المغربية ضد إدخال صورة القفطان المغربي في ملف دولة أجنبية، وهو ما يخالف روح وأهداف ومضامين اتفاقية اليونسكو 2003 لحماية التراث الثقافي اللامادي، لأنه لا ينبغي أن تستغل هذه الاتفاقية لأغراض السطو الثقافي أو التوظيف السياسي. ونعتبر أن الثقافة جزء مهم من السيادة الوطنية، فهي تقرب بين الشعوب وتعبر عن الهوية، ونعتبر كذلك أن هذا الموضوع لا يجب أن يخضع لأي مزايدات سياسية ولا حسابات بين الأغلبية والمعارضة، فهو قضية وطنية كذلك ندافع عنها من مختلف المواقع. وفي هذا الإطار سيدة النائبة، سيدات وسادة النواب، يجب التفكير معكم سيدات وسادة البرلمانيين في آلية للترافع داخل كذلك الأجهزة البرلمانية الدولية على التراث الثقافي المغربي وحمايته من السطو.
مسألة أخرى يجب التأكيد عليها هو أن المغاربة داخل وخارج أرض الوطن يدافعون يوميا على التراث كما يراسلون يونسكو بشأن ما يقوم به البعض، وهذه المعركة مشتركة بيننا، وحتى وإن غادرنا الحكومة فإننا سنواصل صراعنا ضد من يسرق أو يحاول السطو على التراث. مستوى التعاون الذي وصلنا إليه مع منظمة اليونسكو خلال 3 سنوات الماضية يجعل بلادنا بقيادة جلالة الملك تحظى بمكانة هامة على المستوى الدولي ومصداقية، بالإضافة إلى أن بلادنا أصبحت شريك أساسي لمنظمة اليونسكو على المستوى الإقليمي والقاري، وحتى المنظمات الدولية الأخرى المختصة في مجال الملكية الفكرية. سنواصل السيدات والسادة النواب على الدفاع بجميع المواسم المتاحة على التراث الثقافي المغربي في جميع الأجهزة والمنظمات، ومهما اختلفت مواقعنا السياسية ومسؤوليتنا، لأن المسؤولين عن نقل تاريخ المغرب وتراثه الثقافي إلى الأجيال المقبلة رغم المحاولات الخصوم الفاشلة. مع الأسف هناك من يعيش في وهم وفي حاجة لسد فراغ سياسي، ويحاول العيش في عالم موازي، في عالم مليء بالسطو والسرقة التاريخ الآخر. وكما قال جلالة الملك حفظه الله، وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي هناك مع الأسف عالم آخر منفصل عن الحقيقة وما زال يعيش على أوهام الماضي ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن. انتهى كلام جلالة الملك وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب الموالي للفريق الحركي، تفضلوا السيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نثمن مستوى اليقظة والحذر الذي تحلت به بلادنا إزاء محاولة السطو والسرقة لتراثنا وموروثنا الثقافي التاريخي، ونؤكد بأن ما وقع بجمهورية الباراغواي وإفشال محاولة الدولة الجارة للسطو على القفطان المغربي ليس الأول من نوعه، بل إن سرقة التراث المغربي يدخل في عقيدة الحكم بهذه الدولة. الأمر لا يقتصر على القفطان واللباس التقليدي المغربي، بل يشمل أيضا التراث الفني الموسيقي والصناعة التقليدية والطبخ، والسطو على التاريخ الوطني الممتد لقرون طويلة. وفي هذا الإطار نطالب بتوسيع دائرة تدخل آلية لابيل ماروك لتشمل كل تراثنا الثقافي الوطني، وتفعيل كل الآليات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية للتعريف بهذا التراث الثقافي التاريخي الزاخر. لابد أيضا من تسجيل كل تحفنا وموروثنا لدى المكتب العالمي للملكية الفكرية ولدى منظمة اليونسكو. لابد أيضا من الترافع لفائدة هذا التراث على أساس أن يعتبر السطو عليه جريمة تستحق العقاب والجزاء من طرف القضاء الدولي. شكرا.